العديد من الناس كيستعملوا عشبة المريوت اللي كتعتبر من النباتات اللي كيخص الحذر في الاستعمال ديالها. والمريوت مؤخرا دخلت في لائحة النباتات السامة. اذا لو ماغي بلون ولا المريوت فيه مادة الماغوبين، هذه المادة هذه كدير إذابة الخلايا ديال الكبد، والاستعمال ديالها خطير جدا على الصحة ديالنا. العديد من الناس كيستعملوها كنبتة سحرية لعلاج عدة أمراض، مثلا التعفنات الفيروسية أو أمراض أخرى، وكاين اللي مشى أبعد من هذا فهو كيستعملها لنقص الوزن. فالمريوت ممنوع منعا كليا نستعملوها بير اوس، يعني عن طريق الفم، ويمكننا نستعملوها خارجيا، مثلا اننا نطبخوا المريوت وناخذوا ديك النبته ونقطروا 2 قطرات في الانف ديالنا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الحساسيه او الجهاز التنفسي. ولكن باش نشربوا المريوت هذه مساله كيمكن تؤدي للوفاه وكيمكن تعطينا اعراض جانبيه. وصفه بسيطه وسهله مضاده للفيروسات ومقويه للمناعه. يمكننا ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الزعتر، وناخذوا نص معلقه صغيره ديال الزعتره، وكنضيفوا لهم ورقه ديال سيدنا موسى. هذا الخليط كنضيفوا ليه كاس كبير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنحاولوا نشربوه في الصباح مع الفطور، وكنداوموا عليه يوميا. هذه وصفه للبالغين. وبالنسبه للاطفال فهذه الوصفه هذه نعطيهم منها نص كاس صغير الاطفال من 10 سنوات الى 13 سنه، وهكا غنستعملوا وصفه بطريقه امنه. وتهلاو في الصحيحه.